طبعا انا كنت مقرر ان الفيديو الاخير اللي نزل ده هيكون اخر فيديو قبل رمضان، وخلاص علقت الزينه اهو زي ما انتم شايفين. ولكن اتفاجئت ان رامز جلال نزل البرومو الرسمي بتاع المقلب بتاعه، لان كل سنه هو بينزله قبل رمضان بيوم، فمش بلحق ارياكت، بس السنه دي نزله بدري شويه يعني، فلازم استغل الفرصه وارياكت عليه، خصوصا ان ناس كتير قالت لي انه الاعلان جامد فشخ. فانت لو مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس وصلي على سيدنا محمد، وبسم الله نبتدي. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. وكالعادة زي أي دخلة لبرنامج رامز جلال، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. وطبعا دي البطة اللي كانت ظاهرة في البوستر اللي الناس ما كانتش فاهمة معناها، لحد الآن ما فهمناش معناها برضو. هو مبدئيا كان طباع مبدئي باين انه حاجة جامدة، بس لسه هنكمل ونشوف. هو ده رامز جلال ولا حد غيره عشان نفهم بس. بلاش طمع وما تقفورش. في ست في اللاسلكي بتقول له بلاش طمع وما تقفرش، بس اكيد رامز جلال هيعمل كده يعني. هتعمل الملف فيهم الاتنين. وبعدها قالت له هتعمل انهي مقلب فيهم، فقال لها الاتنين. هل بجد السنه دي هيبقى في مقلبين؟ ده يا ريت والله. يا ساتر، ايه كميه التورت اللي بتتحط في الوش دي؟ فاتحين مصنع. اول واحد ظهر في الاعلان محمد فراج، وانا بحب محمد فراج فشخ الصراحه، وخاصه بعد ما اتفرجت على مسلسل غرفه 207. فاللي اتفرج على المسلسل ده يكتب لي رايه تحت في الكومنتات. محمد رمضان، هلا والله بالاسطوره. تقريبا محمد رمضان ما ظهرش معاه غير مره واحده على ما اتذكر، اللي هي كانت مقلب الطياره ده، فالسنه دي جايبه برضه. لا فيري نايس. انا مش عارف انا انبسطت ليه. وظهرت دلوقتي الفنانه شيماء محمد اللي هيتنمر على جسمها وتخنها كالعاده. يا ساتر يا رب. احمد السقا في البرنامج، وتقريبا ان رامز جايب تعبان يخوف بيه الضيوف، احمد السقا كلهوله. ايه التهريج ده يا سقا يعني؟ افرض مش جايبين غيره التعبان ده، يكملوا البرنامج دلوقتي ازاي؟ ومصطفى كامل نقيب المهن الموسيقيه هتعمل فيه مقلب من رامز. رضا عبد العال، ايه ده يا جدعان؟ هو انا كل سنتين ثلاثه اتفاجئ بحد جديد. انا حلقه كهربا دي من اكتر الحلقات اللي مستنيها بصراحه، لاني بحب اللاعب جدا جدا جدا، وما تعرفوش انا بحب كهربا ازاي، فعايز اشوفه هو بيتعذب. ايه الضحكه دي يا رامز؟ في ايه؟ وطبعا ده محمد رمضان هو بيتشقلط. امير عيد كمان، بسم الله ما شاء الله. لا بصراحه شكله الضيوف تقال جدا السنه دي، تعويضا عن السنه اللي فاتت طبعا والعبط اللي حصل. عارفين مستني حلقة محمد رمضان، عايز اشوفها دلوقتي، معرفش ليه. امام عاشور كمان اهو في البرنامج. يا رب يا رب يا رب البرنامج يعني يعوضنا على السنه اللي فاتت بقى. السنه اللي فاتت كان وحش جدا جدا، وحتى اللي قبلها برضو كان اوحش، فالسنه دي باذن الله هيبقى حاجه جامده. ده رامز جلال يا جدعان، يعني ايقونه من ايقونات رمضان عندنا احنا كمصريين، زيه زي الزينه والمسحراتي والحاجات دي. خلينا نقول الحقيقه الصراحه، حتى لو البرنامج وحش احنا بنتفرج احنا وبنفطر. هنادي مهنا كل همها ان شكلها بقى مقرف، بس ما هماش انها اتهزقت طول البرنامج تقريبا. الحشيش تمام. لا باين عليه رامز السنه دي هياكل شويه ضرب، ايه حاجه فخره. رامز نيفر اند. رامز نيفر اند. يا جماعه انتوا متاكدين بجد انه مش سام؟ اوكي، هو التعبان عضه في احد الحلقات، هو حط الحته دي في البرومو كنوع من التشويق. هو رامز باين عليه كبر ولا انا متهيألي؟ رامز نيفر اند على MBC مصر وشاهد. لا بصراحه يعني هو تقريبا كان عنده علم ان الكبير هيعمل جزء سابع السنه دي، وهيبقى في نفس ميعاد رامز، فكان لازما يتقل، لازما يعمل حاجه تقيله، الا وهيتعلم عليه زي السنه اللي فاتت. بصراحه البرومو كان كويس جدا وشوقني للبرنامج، خاصه واضح ان الضيوف تقال فشخ غير السنه اللي فاتت تماما، وان شاء الله ده يحصل، يعني البرنامج يبقى احسن. تقييمي للبرومو 8.5 من 10. كده تكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. لو عايزين تشوفوني مره تانية انزلوا دلوقتي اشتركوا في القناه، فعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل الفيديوهات الرمضانيه الفشيخه اللي جايه ده باذن الله. يعني اعملوا لايك للفيديو وكومنتات كتير بقى، انا اشوفها بتولع دلوقتي. ولع دلوقتي يا ابني، اشوفها بتولع دلوقتي. يا نهار اسود، الحق يا حاج. ترحم دين امي، ترحم ميتين اللي خلفوا ابويا وابوها.
عشان مصر مش هتقف على جزء سواد. ديننا لا نخشى الا الله يا اولاد انت نموذج حقير.